حبايبي حبايبي خمسة حبايبي، احنا هنطلع النهارده معاكم اهو. احنا وهند صغيرة، هند كبيرة وهند صغيرة وجنات معاكم بقى. اول فيديو نعمله مع بعضينا، هنسرح لكم شعركم. ما تقول لهم اي حاجة يا جنات. ربنا ذلك ولاد الحرام. على طول جنات بتدعي الدعوة دي، ربنا يبعد عنكم ولاد الحرام. لا، وقولي لهم برضو ايه، في حاجة تاني عايزين برضو ان ايه، نقول لهم خلي بالكم من بناتكم، لان اليومين دول مش حلوه خالص. والله اليومين دول ما حلوين خالص. استنى انا هسرح لك يا هند وديهم بوس. هسرح لك. يعني تخلي بالكم من بناتكم في كل حاجه، لان اليومين دول اصلا ما بقوش حلوين خالص لاي حد. ان هو لازم كل ام تخلي بالها من بنتها، وكل اب يخلي باله من عياله. يعني مش حلو قوي. في حاجات كده بتظهر للبني ادم، بقت تيجي على الفيديوهات فضايح والكلام ده كله. طب ما احنا لما نحسن تربية عيالنا مش هيبقى فيه كده. لو احنا راقبنا عيالنا من اول صغرهم لحد ما يكبروا، احنا مش هنبقى خايفين. لو عملوا اي حاجة قدامنا تحسسنا في لحظة واحدة ان هم سلوكهم اتغيرت، احنا اللي بنغيرهم. هي اصلا العيل ملهوش ذنب، هو الاصل التربية. الاصل هي التربية، واللي مخخس الغلط. يعني انا اعرف ان في ناس كانت متجوزه واتطلقت وراحت اتجوزت تاني. اللي ما خلفش يخلف. يا رب يا رب، دعوه حلوه. يعني اتجوزت جوازه مش صح. انا عارفه ان واحد ده، يعني دي قصه دي والله العظيم حقيقيه واحنا شفناها، يعني بمعنى اصح كانت حوالينا. كان واحد زمان وهو شاب عمل جريمه، راح سرق ناس واغتصب مراته. يعني سرق واحد واغتصب مراته، فعاش في السجن 20 سنة أو أكتر من 20 سنة. كان زمان ده. فلما طلع راح اتلم على واحدة اتجوزها، مطلقة هي، معاها عيلة صغيرة عندها 6 سنين. فاتجوزها، فبدل ما هي تعتمد على واحد يشتغل ويأكلها، بقت هو اللي معتمد عليها تشتغل وتأكله. فطبعا انت دماغك كانت فين؟ دماغك كانت فين وانت رايحه تتجوزي واحد انت بتصرف عليه وتشتغلي؟ وغير كده انت عارفه ومتاكده وواثقه ان هو طالع من السجن لان عامل ايه؟ تأمني على بنتك اللي عندها 6 سنين تقعد معاه في بيت واحد؟ بالطبع قعدت معاه في بيت واحد وهي راحت شغلها. الشيطان بقى عمل ايه؟ والله العظيم والله العظيم انا صادقه في كل كلمه بقولها، لان دي حصلت في وسطنا، يعني في المنطقه اللي احنا عايشين فيها. حصل ايه؟ الشيطان وزه اغتصب البت اللي عندها 6 سنين، لان اللي ما بيخافش ربنا ده تخافي منه. اللي ما يخافش ربنا تخافي منه. بقينا نخاف على عيالنا. انا واحده من الناس بقيت اخاف على عيال بنتي وعلى عيال ابني، على حتى الصبيان بقيت اخاف عليهم. ايه يا امي؟ يعني بقيت اخاف. انا واحده من الناس بخاف. بس انا بقى بعتب على حاجه هنا. الام اللي تكون عارفه ان اللي انت واخداه ده قذر ومش حلو وما بيخافش ربنا، ترمي نفسك في حضنه ليه وتخلي بنتك. انت جنيتي على بنتك، ما جنيتيش على نفسك. انت تعيشي طول عمرك قلبك وجعك بسبب بنتك، بس انت جنيتي على بنتك ما جنيتيش على نفسك. انا شايفاه ان هو مجرم ومخافش ربنا. اروح اسيب بنتي معاه عشان اشتغل واكله مع اهله؟ ما كان ولا طفح ولا انت عنك اتجوزتيه. تتجوزي ليه؟ ما تعيشي على عيالك على بنتك واشتغلي، ما انت كده كده شغاله. ايه اللازمه بقى؟ استني يا نوني، استني. ايه اللازمه؟ ايه اللازمه من جوازه عره؟ ياك تشكي في عينيكي اللي شافته وفي ايدك اللي كتب على الورقه تجوزيه. ايه ده؟ ايه قله الدين اللي احنا بقينا فيها، وايه قله العقل اللي احنا بقينا فيه ده؟ احنا بقينا في قله عقل وحشه جدا. انزلي يا نونا، تنزلي عشان اصلح له للجنه. طيب انزلي. يعني عايزه اقول لكم برضو ان احنا المفروض ايه، ننزلي الفريم. المفروض نحسن تربيه عيالنا وسلوكهم، سلوك عيالنا وتربيتهم، لان تربيتهم كده مش صح.
مش صح. احنا المفروض نشوف ايه اللي بيتغير. بس يعني هو كل اللي احنا عايزين نوصله ان نخلي تربيتنا صح لعيالنا، ونراقب عيالنا، نراقب عيالنا في كل صغيره وفي كل كبيره. لان انت العيله الصغيره دي لو راقبتيها وراقبتي سلوكها هي بتعمل ايه مش هتجني عليها. انت كده اللي شايله ذنبها. واختيار ما بقاش اختيار كمان العيل الصغير، ده بقى اختيار الكبير. لما انت تختاري اختيار غلط يبقى انت عقلك كان فين؟ عقلك فين تجوزي واحد بلطجي وواحد مش بيتربي بمعنى اصح عشان تصرفي عليه؟ ده انا اخد واحد محترم ومبقاش خايفه، ما بقاش خايفه على بنتي. ده انا حتى ده المحترم بتخافي على بنتك منه، مش اللي انت عارفه ان هو عامل البلاوي. لا، فين العقل بقى؟ هو ده بقى اللي بيزعلني انا، ان الستات اللي تبقى مطلقه ولا جوازها ميتين ويجروا على الجواز ويجروا على كده، وانت اصلا ما بتختاري. طب خلاص ماشي اتجوزتي، اختاري اختيار صح مش اختيار غلط. ليه الاختيار الوحش ده؟ انت كده بتختاري اختيار وحش خالص وبيسوق ليكي ولبيتك. تانية نونة بيسوق ليكي ولعيالك. فاهمين؟ دي قصه والله العظيم حقيقيه، وانا كل ما افتكرها لغايه دلوقتي عدت عليها كم اكتر من 20 سنه. اللي هو عمليه الاغتصاب دي عدت على اكتر من 20 سنه. لكن موضوع الاغتصاب، الجواز اللي جوزه دوت واغتصب البنت الصغيره ما عداش عليه 3 سنين، ما عداش. طلع من السجن وشكلهم بيحبوا السجن، يشك في عينيهم وفي ايديهم وفي كل حاجه. هو ان شاء الله ده يعني اقول ايه مش هيطلع، لان خلاص ضحيه بقى. مين الضحيه بقى هنا؟ مين الضحيه؟ الضحيه العيله الصغيره والاطفال الصغيره، ولا اللي تموت. بس برضو في حاجه هنا انا مش فاهماها، يعني اللي موتت ابنها دي وذبحته وسلقته وكلته دي، انا مش فاهماها. دي ملبوسه اكيد يعني، لان مفيش قلب ام ابدا في حياتي. مفيش قلب ام. ده القطه لما بتخلف بتخاف على عيالها من الناس، ما بالك بقى الام؟ انا بحس ان هي ما يعني مسحوره، ملبوسه. ربنا يعينها بقى ويصبر ابوه. ما هو برضو دي ضحيه برضو، هي برضو ضحيه وهو ضحيه راجل برضو. 7 عياله 7 عياله. يعني حتى انت زعلان مع مراتك وسبت مراتك، سبتها للفقر، ما فيش حد يعينها، ولا ام تعين ولا اخ يعين ولا حد يعين، قاعده في البيت لوحدها، ما فيش حاجه تشتغلها، ما فيش حاجه تشتغلها عشان خاطر تصرف على عيالها، على ابنها اللي مات يعني امه ضحيه صغير. يعني هو الفقر برضو اكتر حاجه في الدنيا مؤلمه. بس هقول لك اللي بيصبر ويحتسب عند ربنا بيكون اجره كبير قوي والله. فعشان كده انا بقول لهم، ولسه هقول اكتر من 100 مره، اعملوا مشاريع، خلي دماغكم شغاله. يعني انت ما فيش حاجه في ايدك في بيتك، اعملي اي مشروع. ده انت لو هتبيعي خضار جنب بيتك، ده انت لو هتبيعي بقاله، ده انت لو هتقعدي ما عندكيش محل وتقعدي جنب البيت وتبيعي، لو هتعملي اندومي، لو هتعملي اي حاجه في بيتك، لو هتعملي خضار وتنزليه للناس. وتعلمي يا ستي الخياطه، فيها ايه لو اتعلمت الخياطه وجبت لك مكنه وقعدت في البيت؟ والله العظيم مهنه المكنه دي مهنه جميله جدا، بس اللي عايزه الصبر بقى، عايزه اللي يحبها، وعايزه اللي يعني اي مشروع في الدنيا هتعمليه هيطلع لك ربح، هيطلع ربح. بس احنا مشكلتنا ان احنا عايزين الحاجه سهله واحنا قاعدين في بيوتنا تجي لنا الفلوس. طب تجي لنا ازاي واحنا قاعدين في بيوتنا؟ ربنا قال ايه؟ اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. عمره ما هتسعى انت وهو هيسعى معاك ازاي وانت قاعد ومش عايز تسعى حتى؟ لا، لازم نسعى، ولازم نمشي على القرش اللي معانا، ولازم يعني حاجات كتير نغير سلوكنا فيها. والام اللي تشوف عيلها سلوكه غلط شوفيه قبل ما يفوت الاوان، قبل ما تبص تلاقيه طالع بلطجي او طالع يبص على البنات او طالع ي... يعمل حاجه انت مش قدها. ربنا يعافينا يا رب، ربنا يعافينا يا رب، ربنا يعافينا يا رب. احنا بعد كده بقى هنطلع مع بعضنا اهو جنات، قولي لهم بقى بعد كده هنطلع في الفيديوهات انا وهند الصغيره وآلاء وجنات. يعني استنونا بقى، استنونا في الفيديوهات الجايه ونقول لكم ايه 5 حبايبي. يلا سلام.